السلام عليكم الاخوات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلوه ديال الكوك محمر. راه كتجي بنينه والريحه ديالها كيف كطلع هائله، واللي كلاها عندكم كلي على يقين ما يشعر يقول لكم اشنو درتي في هذه الحلوه، شنو هما المقادير. غنبداو ان شاء الله بسم الله على بركه الله. عندي 3 ديال البيضات، كاس ديال الكوك كيف كتلاحظوا يكون محمر عندها كتحرق ليك، كاس ديال سنيده انا عابره بالكاس ديال العصير، المهم بقى لي شويه ويعمر. كاس ديال الزيت نفس الكاس تا هو بقى لي شويه ويعمر. عندي 16 ديال الخميره، 16 فاني، و4 ديال المعالق ديال الزبده ديال الباكيه، يعني ماشي ديال الحلوه، ديال البواطه عفوا. 4 المعالق ديال الزبده ديال البواطه ديال الماكله، راه كتخلي الحلوه هشيشه غير كتفرتت. والدقيق على حسب الخليط. ايوا غنبداو بسم الله على بركه الله. غندير دوك 3 د البيضات مع داك الكاس ديال سنيده كيف قلت لكم. المهم الكاس ديال العصير ما يعمرش بزاف، غيبقى لي شويه ويعمر. نزيد عليه ديك 16 فاني، وانا كنحرك. اللي بغى يدير الماكينه الحلوه ديال العجينه يمكن ليه يديرها، انا كنفضل يديا. الزيت حتى هو كنزيدو بحال هكا بشويه بشويه، والزبده هكا عيني ميزاني. تقريبا درت انا 3 المعالق كبار ديال الزبده. كيف كنقول لكم الزبده ديك ديال الماكله راه كتخلي الحلوه يا سلام، كتخليها هشيشه ما تشبعيش منها. وجربوا هاد الحلوه وردوا عليا. صافي بعد ما خلطت كلشي راني زدت داك الكاس ديال الكوك، راه طقت عليه في المونتاج. المهم كنزيدو داك الكاس ديال الكوك كيف كتلاحظوا كيفاش داير الخليط. صافي زدت هنايا الدقيق، زدت عليه ديك 16 ديال الخميره، وغنجمع دابا بيديا. العجينه ديال الحلوه ما كنعجنوش، غير كنخلطو حتى كتجمع لينا الخليط صافي وكنحبس. المهم الكوك كيكون غالب شي شويه على الدقيق. ملي كتمضغيها وكتاكليها راه كتحسي بديك التهرميشه ديال الكوك وديك الريحه ديال الكوك. يا سلام بعد ما حمرتيه راه كتكون فيها واحد الريحه يا سلام، ما نعاودش لكم عليه. كنقول لكم جربوا هاد الحلوات تولي معتمده عندكم، ما تخطاش البواطه ديالكم نهائيا، ومن طبيعه الحال غير مكلفه. وهذه هي العجينه ديالنا بعد ما جمعناها كيف قلت لك. كتكون رطبه بحال هكا، هانتوما كيفاش كتلاحظوا واحد الريحه ديال الكوك طالعه منها مع ملي كتحمريه، كتكون فيه واحد الريحه عجيبه. يعني جربوها ان شاء الله وردوا عليا. صافي دابا راني بديت هنايا كنشكل. بالنسبه للطابع، اي طابع عندكم استعملوه. كناخذ واحد الكميه هكا في القياس، صافي كنطبعها بداك المرشم وتنحطها. ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه، يعني الكميه اللي خديتي في الاول كتبقاي مشي عليها. وكتحط ما شاء الله تبارك الرحمن، كتحط 2 ديال الطابط، 2 ديال لاطاط عامرين، يعني كتعطيك بواطه. المهم راه ما تشبعوش منها نهائيا، غتولي كيف قلت لكم معتمده عندكم. صافي غنبقى على هذا الشكل تنكمل الكميه اللي عندي. بعد ما كملتها كيف قلت لكم ها هما 2 ديال الطابط. انا دايره الفران كيسخن وغنردها. هنا بعد ما طابت ليا كنزينها بلا صوص ديال الشوكولات، وممكن لكم تزينوها باي حاجه. هانتوما كيفاش كتجي، راه كتجي ما شاء الله. كيف قلت لكم راه البنه ما نعاودش لكم عليها. واللي ما بغاش الشوكولاط يمكن يخليها هكاك عادي. هذه هي الحلوه ديالنا بعد ما طابت. راه ما حطيتهاش كامله في التبصيل، يعني حطيت لكم غير شويه باش تشوفوا الشكل ديالها. نتمنى تكون عجباتكم وجربوها.
راه ما غتندموش نهائيا، وغتولي معتمده عندكم وغير مكلفه وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالها كيفاش جات. وهنا راه باقي كاع ما بردت، يعني ها وريتكم الشكل، ما هي باقا سخونه. ايوا بالصحه والراحه.